ماشي. القانون بيقول بقى ايه؟ الكرة لو جت في اي جزء من المدافع وبعد كده وصلت للايد مباشرة ما بتتحسبش ضربة جزاء. اول حاجة هنشوفها مع بعض هنا فاول على لعيب نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد وبيشد لاعب الاتحاد، وطبعا هنا المخالفة موجودة وقرار الحكم سليم. نروح للحالة اللي بعديها وهنا فاول على لعيب نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا برضو الالتحام موجود وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا كان لعيب نادي الزمالك بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض حاجه مهمه جدا. هنا الكره بدايتها عند قدم لعيب نادي الاتحاد، بعد كده وصلت لليد. هنشوف مع بعض طبعا هنا الكره جت في اليد. ماشي. القانون بيقول بقى ايه؟ الكره لو جت في اي جزء من المدافع وبعد كده وصلت للايد مباشره ما بتتحسبش ضربه جزاء. يعني هنا طبعا الكره بدايتها عند القدم وبعد كده وصلت لليد زي ما احنا شايفين مع بعض. فهنا بقى اليد مكبره حجم الجسم او مش مكبره حجم الجسم، في القانون الجديد بيقول ان هي مش ضربه جزاء. خلاص، يعني هنا بقى الكره منتهيه. طبعا الفار راجع على الكلام دوت واكد ان هي مش ضربه جزاء ومفيش تعمد، وان الكره بدايتها عند قدم لاعبي الاتحاد وبعد كده وصلت لليد. فطبعا قرار الحكم قرار سليم ان مفيش ضربه جزاء. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب الاتحاد. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، طبعا هنا الاتحام موجود وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا برضو كان لعيب نادي الزمالك بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض بحاجه مهمه جدا. بص على القدم اللي انا معلم عليها ديت وبص عليها هتلاقيها ما اترفعتش من على النجيله زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا هنا ما فيش اي التحام، بس هنا لعيب نادي الزمالك بيدور على ضربه الجزاء. زي ما احنا شايفين مع بعض كده هتلاقي القدم ما رفعهاش خالص من على النجيله، وطبعا هنا ما فيش ضربه جزاء، لكن كان لازم الحكم يديله انذار. انت هنا بتمثل وبتدعي ان في التحام، وهنا طبعا ما فيش اي التحام مع لاعب الاتحاد زي ما احنا شايفين مع بعض. كان لازم الحكم يديله انذار. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب الاتحاد، لكن نشوف مع بعض كده فين الفاول. بص بقى على وش لعيب نادي الزمالك وعلى يد لعيب الاتحاد. بص هنا لاعب نادي الزمالك خلاص ايده رايحه على الوش، يعني هو رايح بيمثل على الحكم ان اليد جت في وشه. هنا مفيش التحام اهو زي ما احنا شايفين مع بعض، ادي البدايه مفيش اي التحام في وش لعيب نادي الزمالك. لكن الغريبه بقى هنا ان الحكم قريب جدا من اللعبه وحسب فاول وكمان ادى اللاعب انذار. يعني هنا مفيش اي التحام في الوش، معرفش حسبها فاول واداله انذار بناء على ايه. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب الاتحاد. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها والحاله دي برضو مهمه جدا. هنا لعيب الاتحاد لعب الكوره، بص بقى لعيب نادي الزمالك بص على القدم داخل بقوه مع لعيب الاتحاد، ادي التدخل موجود والالتحام موجود. تخيل ان الكوره دي ما اتحسبش فيها اي حاجه،